السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة المحترف. أتمنى أن تكونوا بألف خير. ففي هذه الحلقة إن شاء الله سنقوم بشرح كيفية زيادة سرعة الإنترنت، أي كيف تجعل حاسوبك يستخدم 100% من سرعة الإنترنت. إذن اتبعوا معي هذا الفيديو إلى النهاية لكي تفهموا جيدا إن شاء الله على بركة الله. أول شيء نفعله نذهب إلى الضغط على الويندوز أو ديماري في لوحة المفاتيح والضغط على إيغ. نقوم بالضغط على ديماري الموجود أو الويندوز الموجود في لوحة المفاتيح. في نفس الوقت نقوم بالضغط على حرف إيغ أو إير هكذا، وستكتبون في هذه الخانة هذه الجملة gbedit.msc وتقوم بالضغط على OK، وستظهر لك هذه الواجهة، وبعدها ستقوم بالضغط على موديل d'administration أو administrative template بالإنجليزية، بالضغط عليها في الجانب، وسيظهر لك composant Windows imprimante panne de configuration réseau système، وسنقوم بالضغط على réseau أو network دائما في الجانب، وستظهر لك هذه القائمة، وستقوم بالضغط على planificateur de paquet كيوس، الضغط عليه في الوسط، وستذهب إلى هنا ستجد limiter la bande passante réserve، ستقوم بالضغط عليها مرتين، وستظهر لك هذه القائمة أو هذه الواجهة. إذا وجدت هنا 80 وستجد non configuré، ستقوم بالضغط على activer وتكتب هنا 0 وتقوم بالضغط على appliquer، بعدها تضغط على OK، وسترى الفرق قبل وبعد في سرعة الإنترنت. وعندما ترى أن حاسوبك لا يليق بهذا فتقوم بالضغط على ليميت لابون باسونت مرتين، وتقوم بالضغط على نو كونفيغوري، وتعود وتجعل حاسوبك كما هو في البداية. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو إخواني، وأن تعرفوا كيفية زيادة سرعة الإنترنت، لأن الويندوز يقوم باستخدام 80% فقط من الإنترنت، لا يستخدم 20% المتبقية. فلذا أنا في هذا الفيديو خصصته لكي أشرح لكم كيفية استخدام 100% من سرعة الإنترنت. فأتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد المحترف، وقوموا بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعموا الفائدة. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.